سميتي عمر. تزاديت في واحد العائلة ميسورة. بابا كان تاجر أعمال كبير وعنده قيمته ما بين الناس. والنهار تزاديت اللي بغيتها كنلقاها حدايا. نهار درت 6 سنين دخلوني والديا للمدرسة، وبابا دخلني في مدرسة عمومية حيت كان بغاني ندمج مع ولاد الشعب، حيت خويا اللي كبير قراو في مدرسة خصوصية، وملي كبر ما كانش يقدر يدير علاقات مع أي ناس، يعني ماشي اجتماعي. الشي اللي ما بغاش بابا يتكرر معايا. ملي دخلت المدرسة ما نكدبش عليكم، والله يغفر لي كنت حاسب على راسي بزاف. مهم التلاميذ اللي كانوا معايا الطبقات الاجتماعية ديالهم كتختلف ما بين اللي لاباس عليهم بحالي واللي متوسط، إلا واحد معانا وكان سميتو منير. كان مقطع لآخر درجة، عمرو ما لبس لباس في بلاصتو، كان ديما كيلبس في واحد السروال مقطع من القدام، سوا الشتا ولا الصيف، الربيع ولا الخريف، وشي صباط بلاستيك. وكنت كنضحك عليه بطريقة باسلة، وديما كنطيح له شي هضرة اللي كتنقص من قيمته. اما هو كيشوف فيا ويبدا يبكي ويمشي في حاله، ونبداو نضحكو عليه انا وصحابي. كان ديما جالس الاول وقراي بزاف. كنا كنلقبوه بالخواف، حيت الحاجة اللي قالها الاستاذ كينفذها. مهم انا عمرني عقلت سميتو بسميتو، ديما كنت كنسميه الخواف. واحد المرة سولتو بالبسالة علاش انت خواف، شاف فيا ومشى. مهم الابتدائي كامل وانا كنشوفو، مرة كنجيو في نفس القسم مرة لا، ولكن طريقتي في التعامل معاه ما تبدلاتش. وبمجرد ما سالينا الابتدائي ما بقيتش شفتو. سمعت بلي تسجل في اعدادي ماشي اللي تسجلنا فيها حنايا. داز على هاد الشي 30 سنة، يعني على الصف الاول ابتدائي، وانا في عمري اليوم 36. بابا هادي 15 سنة باش توفى، الله يرحمه ويرحم الجميع. كانت عندي 21 سنة ديك الساعة، ونهار مشى سبحان الله رزقو مشى معاه. بقينا غارقين في الكريدي انا وخويا وماما، حتى وسائل النقل المختلفة اللي كانت عندنا ما بقاتش. اما بخصوص قرايتي انا عمرني قريت بحال الناس، حيت ديما كنت كنقول بابا. وصلت للباك ما درت حتى مجهود واكيد ما نجحتش، وقررت ننسحب ونوقف الدراسة وانا في عمري 18 سنة. او ايوا اش نديرو، جمعت شوية د الفلوس وبديت كنبيع في الحوت كل نهار وكيفاش، مرة هكا مرة هكا. مهم قررت نجمع راسي نتزوج واخا الله غالب. مهم ندي شي بنت الناس تكون دريويشة تجمعني وتساند الوالدة في محين الزمان. تزوجت بواحد جارتنا في 25 سنة، وجبت معاها 2 وليدات. ولدي الكبير سميتو أنور. ملي دخلت الابتدائي طبقات المقولة ديال كما تدين تدان، حيت صحابو كانوا كيضحكوا عليه حيت ما كانش كيشري حلوى بزاف، ادوات بزاف الى اخره. المهم هادو شي دراري 2 خوت و2 ولاد عمهم من عائلة برجوازية. ملي كان ولدي كيجي كيبكي كنت كنتفكر منير، كنت كنشوفو بين عينيا، وكنت كنلوم راسي حيت انا السبب في هاد الشي اللي كيطرى لولدي. عاد فهمت احساس منير وعلاش كان كيبكي، حيت انه تحس بالنقص وبالعجز حاجة صعيبة بزاف. تمنيت الزمان يرجع اللور باش نطلب منه السماحة ونرد ليه الاعتبار. واحد المرة جا ولدي انور كيبكي كالعادة، هادشي خلاني نفكر نمشي نهضر مع الاستاذ. مشيت في يوم الغد، الا انه تعطلت لقيتهم خارجين والاستاذ مشى. ورالي ولدي هادوك الولاد، مشيت عندهم هضرت معاهم بطريقة مؤدبة، ولكن في نفس الوقت كتحمل الانذار انه ما يبقاوش يعاودوا يقولوا ليه شي حاجة. غدا في الصباح كالعادة فقت في الصباح بكري نمشي نجيب الحوت اللي نبيع. خرجت هما يتلاقاو لي واحد 2 من عائلة هادوك الولاد.
اتهموني باللي خلعت ولادهم وشبعوني ضرب لدرجة داروا لي عاهة، هي انه ما نقدرش نتحرك على رجليا، يعني ما نقدرش نخدم وخاصني نرتاح لمدة عام. رفعت عليهم دعوة، ولكن كنت في كل مرة كنفكر نتراجع، حيت انا كنتعامل مع ناس لاباس عليهم، اكيد عندهم معارف صحيحة. اما انا مول الحوت شنو نجيب من هاد المحاكم؟ كنت باغي نتراجع، ولكن مراتي قالت لي يقولوا عليك خواف، خليك متمسك في الدعوة واللي كتبت تكون. وصلت تاريخ الجلسة، مشيت انا وعائلتي، دخلت وتقابلت معاهم وانا كنحس بنقص كبير، حيت كنت ضعيف بزاف، حيت من غير الله ما عندي حد، والفلوس اللي كيهضروا في هاد الزمان. بعد ما طرح علينا القاضي مجموعة من الأسئلة، وبعد ما سمع للشهود وغير ذلك من الإجراءات، صدر الحكم ديالو اللي هو حبس المعتدين 3 أشهر، وأنهم يعوضوني بواحد المبلغ. الحمد لله اللي قررت نشري به دراجة نارية تعاوني في خدمتي بدل ما نتمشى على رجلي، وأكيد هاد الشي ملي نتشافى. فرحت بزاف بالإنصاف من طرف المحكمة، حيت الإحساس بالنقص مشى. عرفت بلي الحق هو الحق، وبلي واخا ما عنديش فلوس أنا بنادم بحالي بحال الناس. فهمت بلي الفلوس عمرهم ما كانوا معيار للإنسانية والخير، ولكن للأسف تأخرت، جرحت قلوب بزاف من الناس، خاصة منير اللي بكيتو بزاف. خرجنا من المحكمة وعائلتي دايرين بيا. شفت عائلة هادوك الناس كيدابزو مع المحامي وما رضاوش حيت الحكم ضدهم. انا بقيت كنتسنى برا، قلت نسول القاضي على جميع ما كيخص حقي في التعويض. ملي خرج مشيت عندو، طرحت عليه بزاف الاسئله اللي كتعلق بالتعويض، وجاوبني وخديت منه معلومات. وانا ملي كنت غادي نمشي عيط لي، قال لي السي عمر. دورت عنده وجهي، وقال لي بقى جواب واحد مازال ما قلته، هو انني خواف، حيت كنخاف من الله، وهذا الشيء اللي خلاني نحكم بالعدل اليوم ونصفك. وكان هذاك منير. انتهت القصة. كنتمنى ان القصة تكون ذات عبرة ومفيدة. اللي وصل حتى لهنا كنشكرك بزاف. ما تنساوش تشجعوني بالاعجاب وبشي تعليق زوين بحالكم، وتشاركوا هذه القصة مع اصدقاء ديالكم. كان معكم محمد أجرود. سلام.